إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في رحلة الإسراء والمعراج لما سيدنا جبريل فارق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ها هنا يفارق الحبيب حبيبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وساب سيدنا جبريل، لأنه قال له: أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت. فهنا ترك الحبيب حبيبه. سيدنا جبريل وقف وسيدنا محمد كمل. هنعرف النهاردة ايه اللي حصل، سيدنا النبي شاف ايه، هنعرف وصف سدرة المنتهى، هنعرف لقاء ربنا سبحانه وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنعرف هديتين اتنين ربنا اداهم لسيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج، هنعرف أنهار الجنة، وهنعرف النبي شاف ايه في هذه الرحلة. بس صلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واعملوا لايك للفيديو وشير عشان يوصل لأكبر قدر من الناس، واللي ما اشتركش يشرفني ويشترك في القناة، هتلاقوا فيها حاجات كتير تعجبكم إن شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لما فارق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وانطلق، راح عند سدرة المنتهى. ايه هي سدرة المنتهى دي؟ كلمة سدرة جاية من نبات السدر او النبق اللي كلنا عارفينه، ولكن سميت بسدرة المنتهى لان عندها ينتهي وصول كل الملائكة حتى سيدنا جبريل. بيقال انها سميت سدرة المنتهى لان عندها ينتهي الكمال والجمال، محدش يعرف يوصفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصفها باوصاف قليلة، فقال ان النبات فيها كالقلال، والورق فيها كآذان الفيلة، وان الجمال فيها لا يوصف. وصل عندها وارتقى بعد كده لحد ما وصل للبيت المعمور، وصل لما بعد السماء السابعة. وصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة والمكانة ما فيش أي مخلوق وصل لها. لما وصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى سلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا، فقال: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله. فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فردت الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن هنا جه التشهد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ادى لأمة محمد هديتين في اللقاء العظيم ده، اللي ما ينفعش نوصفه ولا ينفع نتكلم عنه، ولكن اللي نعرف ناخده من هنا. سؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، كل الصحابة وزوجات النبي بيسألوه، بيقولوا له: أرأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. إزاي أشوف ربنا؟ أنا ما شفتش إلا نور بس، لأن إحنا بصرنا غير مهيأ لرؤية الله سبحانه وتعالى طول ما إحنا عايشين، ولكن بعد كده فبصرك اليوم حديد، فهنشوف ربنا يوم القيامة، وهنشوف ربنا في الجنة وهيتجلى علينا، ونرى وجهه الكريم يا رب في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: نور أنا أراه، يعني مش ممكن أشوفه. ربنا بيقول في كتابه الكريم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فمش ممكن رؤية ربنا سبحانه وتعالى. حتى في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بثلاث فقد افترى. الحديث ما معناه؟ يعني اللي يقول ان شاف ربنا، ان سيدنا النبي او اي حد شاف ربنا رأي العين فقد افترى، واللي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة والامانة فقد افترى، واللي يقول انه يعلم الغيب فقد افترى. فدي حاجات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. المهم هنا ربنا ادى للنبي صلى الله عليه وسلم هديتين. اول هدية كانت أواخر سورة البقرة. ليه؟ لأن كان آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. من هنا الصحابة لما سمعوا الآية قالوا: يا رسول الله، كلفنا الصيام والصلاة والجهاد والصوم، كلفنا وأطقنا، يعني استسلمنا وطعنا أمر ربنا، كان بالنسبة لنا صعب ولكننا قدرنا عليه. أما إن احنا نكلف إن احنا نحاسب عن ما في قلوبنا واللي لم نفعله لن نطيق. فسيدنا النبي غضب غضبا شديدا وقال: أتقولون كما فعل اليهود وتقولون سمعنا وعصينا؟
فقالوا حاشانا يا رسول الله، بل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الهدية الكبيرة، آخر آية في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. وكل آية منهم ربنا سبحانه وتعالى يقول فعلت فعلت فعلت، وسيدنا جبريل علم النبي يقول آمين في آخرها، لأنها كلها دعاء بالخير. اللهم لك الحمد على هديتك يا رب. كنز من كنوز الجنة ادى ربنا لأمة محمد. تاني هدية ربنا اداها لنا كانت الصلاة. كل العبادات شرعت في الأرض إلا عبادة الصلاة شرعت في السماء، لأنها باب من أبواب الجنة، لأنها سبب الخير والبركة، هي الفاصل أو الفارق بين المؤمن والكافر. الصلاة دي يا جماعة هي صلاة الملائكة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بص للملائكة كده فوجد الواقف والراكع والساجد كل واحد فيهم بيعمل عبادة بشكل معين، فاجتمعت فيها صلاة المسلمين أو صلاة أمة محمد. فاحنا صلاتنا زي صلاة الملائكة، بنقف صفوف، بننتصب، بنركع، بنسجد، بنقوم، دي كلها شبه صلاة الملائكة. والتشهد هو اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لربنا ورد ربنا عليه ورد الملائكة عليه، هو التشهد. فالصلاة كلها خير، هدية من رب العباد سبحانه وتعالى. وكانت في أول الأمر 50، ولكن فضلت تخفف ببركة سيدنا موسى. لما نزل وهو راجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى قال له أمتك لن تطيق، ارجع لربك فاسأله التخفيف. فضل يرجع ويطلع ويرجع وتخفف لحد ما وصلت ل10، فقال له ارجع لربك فاسأله التخفيف. فسيدنا النبي قال استحيت من ربي. فسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول جعلتها 5 في الصلوات و50 في الأجر. فكانت هدية ربنا لأمة محمد راحة، وربنا سبحانه وتعالى ريحنا بها. كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وانتهى اللقاء العظيم بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه وتعالى. نسيت أقول لكم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى بعد ما شاف السدرة، شجرة السدر، سدرة المنتهى، منتهى الجمال ومنتهى الروعة، ووصفها وقال إن النبات فيها كالقلال، وإن الورق فيها كالشجر، وإن فيها من الجمال ما لا يوصف. شاف هناك 4 أنهار من أنهار الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. النهران الظاهران اللي كلنا عارفينهم ومتصلين بالجنة وأصلهم من الجنة النيل والفرات، والنهران الباطنان هما سيحان وجيحان، أنهار هنشوفهم إن شاء الله لما نروح الجنة بإذن الله. وشاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي ربنا أعطاه هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج النبي إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي رواية هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأظفر وإذا رضراضه اللؤلؤ. فده نهر الكوثر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيني وإياكم من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هنكمل المرة الجاية بإذن الله باقي رحلة الرجوع من السماء إلى الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.